السيستاني يصدر فتوى للتبرع للسوريين المتضررين من الزلزال. والخارجية العراقية نرفض استخدام أراضينا للهجوم ضد أي دولة. والنزاهة تضبط اختلاس 10 مليارات دينار بمشاريع وهمية في صلاح الدين. ووزير الخارجية الإيراني يتلقى دعوة لزيارة العراق. السلام عليكم، تحية طيبة لجميع المتابعين. لنبدأ بأبرز الأخبار لهذا اليوم. ويتناقل مستخدمو لوسائل التواصل الاجتماعي خبرا بمزاعم أن المرجع الديني علي السيستاني قد أفتى بالتبرع لأبناء الشعب السوري، وأن بناء على الفتوى تم فتح مراكز في جميع المحافظات العراقية لاستقبال التبرعات والإقبال عليها بشكل كبير، غير أن هذا الخبر غير صحيح والأخبار المتناقلة كاذبة. وفي خبر آخر، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رفض بلاده استخدام الأراضي العراقية في الهجوم ضد أي دولة أخرى. وقال الوزير العراقي في حوار مع قناة إخبارية من واشنطن: أولوية زيارتنا إلى واشنطن تتعلق بالقضايا الاقتصادية على قضية المصارف والعملة الأمريكية، مضيفا أن العراق دولة نفطية والاستثمار في الغاز يؤدي إلى استقلالية عن الطاقة الكهربائية، ونحن بحاجة إلى شركات غربية لاستخراج الغاز واستعماله داخليا وتصديره خارجيا. وأضاف أن المجتمع العراقي استهلاكي، حيث أننا نصدر النفط ونستورد كل الموارد الأخرى، في إشارة إلى الموارد الغذائية الزراعية والصناعية، أي نحتاج الدولار للتعامل مع التجارة الدولية. وأكد قوى الاحتياطي المالي في العراق قائلا: لسنا دولة ضعيفة، كما أننا لسنا في حالة حرب، والوضع الأمني في العراق جيد، مشددا على أن تنظيم داعش الإرهابي انهار في البلاد. وفي خبر آخر، أعلنت هيئة النزاهة اليوم الأحد عن ضبط أولياء صرف أموال مخصصة لتأهيل الطرق والدوائر الحكومية في صلاح الدين، فيما أشارت إلى إصدار قضاء الأمر إلقاء القبض بحق 9 من المتهمين في القضية. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، وفريق عمل بعد تلقيه معلومات عن شبهات فساد في صرف أموال مخصصة لتأهيل الطرق والدوائر الحكومية. وفي خبر آخر، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأحد أن وزير الخارجية الإيراني تلقى دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد. وذكرت تلك الوسائل أن وزير الخارجية الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العراقي، وجرت خلاله مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية. وأضافت أن جرت مناقشة الأوضاع الأخيرة للعلاقة الثنائية، كما تشاور الطرفان بشأن الخطة المتعلقة باتفاق إلغاء العقوبات. ودعا وزير الخارجية العراقي نظيره الإيراني بزيارة بغداد بحسب وكالة مهر للأنباء الإيرانية بأقرب وقت ممكن. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.